في إحدى مناطق السعودية، منطقة تسمى بحر السكينة. كانت هناك فتاة تدعى هدى، تبلغ من العمر 24 عام. يوم من الأيام كانت هدى تحتاج تشتري جوال جديد. دخلت محل الجوالات في حائل، ووقتها كان عرفات الشاب اليمني اللي يشتغل بالمحل موجود. وأول ما دخلت كانت محتارة ومش عارفة إيش تختار، لكن عينها وقعت عليه وشافت فيه إنسان مختلف، كلامه محترم ولبق، وحست بشعور غريب يخفق قلبها لا إرادي. أخذت رقمه على أساس إنها تسأل عن الجوال لو احتاجت شيء. ومن هنا بدأت تكثر المحادثات بين هدى وعرفات، بدون ما يحسوا صاروا مرتبطين ببعض. استمروا 3 سنين على هذا الحب، حب خالص بدون لقاءات أو خروجات، ما تشوفه إلا بالمحل وتتصل عليه من وقت لآخر. أكثر من مرة حاول عرفات يتقدم لأهلها، لكنه واجه رفض قاسي. الأهل ما كانوا راضين إنها تتزوج يمني، وقالوا لها بوضوح ما حنزوجك يمني. بدأوا يضغطون عليها أكثر، عاقبوها بالضرب والسجن بغرفتها، لكن هدى كانت مصرة عليه وقالت لهم يا أنا وعرفات يا الموت. الأمور زادت تعقيد لما أهلها خطبوها لواحد من عيال العائلة. وقتها حست إن ما عاد قدامها إلا حل واحد. خططت للهروب ليلا. في ليل هادئ خرجت هدى من البيت ومشت في الشارع تدور على طريقة توصلها لليمن. قابلت شخص بسيارة هيلوكس معه عائلته، طلب منها 2000 ريال عشان يوصلها. وافقت بدون تردد، وكان معها فلوس من حافز الفلوس اللي كانت تجمعها بعد تخرجها من الثانوية. وصلها الشخص لنقطة تجمع، وركبت باص يودي لمكان مرحلين في حرب. هناك طلبت من واحد من العساكر الجوال في منفذ الطوال، واتصلت على عرفات اللي كان مصدوم ويسألها هدى كيف وصلت اليمن. ما صدق إنها تركت كل شيء وجاءت له. عرفات ما كان متوقع إنها تهرب له بهذا الشكل، كان رافض الفكرة، بس هي قالت له إنها اتخذت قرارها وإنها الحين قدامه ومصرة تتزوجه مهما كانت الظروف. هدى خرجت الحدود اليمنية ومسكوها عسكر الحدود بمنفذ الطوال لأنها بدون أوراق وبدون إثباتات. بعد أن اتصلت لعرفات كلم العسكري اليمني، قال له عرفات الله يخليك احتفظ بها لمن أجي أنا عندكم. قام هنا عرفات ترك المحل اللي فيه وترك سيارته وترك أغراضه وكل شيء، حتى موافقة الكفيل حقه أن يسافر، وراح عند الحدود وتسلق من الشبك وراح المنفذ هذا وقعد يتحدث مع هذه البنت هدى. قالت له يا عرفات أنا ما حد يمسني غيرك، هذا عهد عاهدتك إياه، إما أنت أو إني أموت. المهم اسمع يا صديقي. رجال الأمن في منفذ الطوال نقلوا عرفات وهدى إلى صنعاء وأخذوهم على الحجز، لأن هدى داخل هذا المنفذ بدون أوراق ولا إثباتات. أبو هدى في هذه اللحظة راح يصلي، إلا جلس يشوف غرفة هدى مفتوحة، دخل عليها ما شافها، فهنا سأل عنها بكل مكان ما لاقوها. عرف هنا أبوه إن بنته هربت. وين هربت البنت إلى الآن ما يدري. بعدما انتقلت هدى إلى صنعاء بدأت هنا إجراءات محاكمتهم. حطوا هدى في سجن النساء وحطوا عرفات في سجن الرجال، وانتقل هذا الكلام كله على وسائل الإعلام. أما بالنسبة لأبو هدى طلع عبر الإعلام ونادى الشيوخ والقبائل وكل من له صلة ومعرفة من إنه يساعده ويرجع بنته، وإنه ما يصلح بنته تخرج بدون محرم، لأنه هذا عيب ومهم جدا، ما تخرج البنت إلا بمحرم سواء بالسعودية أو في اليمن. الأب طالب من السفارة السعودية اللي باليمن إنه ترجع بنته، كذلك طالب الملك عبد الله، كذلك المسؤولين. واتهم أبو هدى عرفات إنه سحر بنته وخطفها. هنا السفارة السعودية تدخلت عشان تبي ترجع البنت لأبوها. البنت طالبت الموت ولا أنها ترجع لأبيها. المحكمة هنا في صنعاء قاموا بتهمة على هدى بالدخول بدون أوراق ثبوتية. أما بالنسبة لعرفات اتهمته المحكمة بسحر واختطاف هذه البنت.
عرفات طلع للمحكمة وقال لهم أنا مالي دخل، هي دخلت من نفسها. تقدرون تسألون العسكري اللي أعطاها الجوال وكلمتني، أنا كنت في المحل، لأنه عرفات ما كان يشتيها تهرب أصلا. بعد هذه الكلمات أفرج عن عرفات. هنا أبو هدى طلب من السفارة السعودية محامي إنهم يرجعون بنته. المحامي قال لازم هذه البنت ترجع لأبوها، هذه اخترقت العادات والقوانين والدين الإسلامي. لكن العالم خارج المحكمة مسيرات عالمية أمام المحكمة الجزائية في صنعاء تضامنوا معها مسيرات. هذه المسيرات تطالب بإرجاع حب قيس وليلى لبعضهم عشان يستمرون في هذا الحب وإن لا أحد يتدخل في رأيهم. وهنا طلعت هدى الإعلام بعدما اتهم عرفات، قالت ما خطفني ولا سحرني، أنا من نفسي جيت سلمت نفسي لأني أبي أتزوجه، وعندما رفضوا أهلي زواجه وعندما واجهوني بالخطيب اللي هو ولد عم هربت إلى الحدود اليمنية. هنا قام عرفات ويناشد ومظاهرات، وصارت هذه القضية قضية رأي عام في تلك الفترة في عام 2013. بعدها الحكومة ودوا هدى هذه إلى مكان بحيث إنه عرفات ما يقدر يلتقي فيها. إما إخوان عرفات اللي كانوا في السعودية في المحل أخذت الناس تتجمع عليهم ومشاكل، هؤلاء اللي خطفوا البنت وآذوهم لدرجة إنهم تركوا المحل وخرجوا من السعودية بسبب هدى. الحين عرفات اعتذر من أخوانه، قالوا له إحنا معك، تستاهل هذه البنت لأنها تركت كل شيء عشانك. في هذه الأثناء تدخلت الأمم المتحدة وقالت إنها تبي تتقابل مع هذه البنت عشان تشوف حل لمشكلتها. لما تدخلت الأمم المتحدة على الحكومة، هنا الحكومة أعطت مهلة 3 أشهر للفتاة على أنها تجيب لجوء أو أنها يتم ترحيلها، ما يصبر تقعد بدون أوراق. فهنا على طول قابلتها اللي هي توكل كرمان وقالت إنها ما تترك هذه البنت لأي سبب من الأسباب، ولا راح تتسلم للمملكة لأنهم يخافون عليها من والدها بايعدموها. البنت هربت، فضيحة تعتبر. في هذه الأثناء أشوف المسيرات والناس والإعلام حتى القنوات الإخبارية قامت تجيبهم، وإيش اللي سووا؟ هدى تحب عرفات وعرفات يحب هدى، لكن الطريقة اللي سوتها هدى مخالفة للقانون ونكست رأس أبوها، لأن هذه عادات وتقاليد. لكن أنا أظن أن أبوها يستاهل ما جاء، ولا كان زوجها إيش فيه اليماني. المهم المحكمة أعطت مهلة 3 شهور لهدى عشان تصحح وضعها على طول، ودوها إلى مكان بحيث أن هذا الولد عرفات ما يقدر يلتقي بها. ودوها إلى دار اسمه دار الأمل، وهناك أخذت هدى حق اللجوء من المفوضية للأمم المتحدة، وأصبحت هدى إقامتها بشكل رسمي في هذا المكان. جلست فترة في دار الأمل هذا وعانت مشاكل كثيرة، بحيث أن تريد تتزوج ما بش من يعقد بها، أبوها رافض أنه يدخل من السعودية إلى اليمن عشان يزوجها، والحكومة مش راضين يعقدين بها إلا بموافقة ولي أمرها. جلست حوالي 1.5 سنة من محكمة لمحكمة وجلسات وتشارع هي وهذا المحامي اللي وكلته السفارة السعودية يريد يرجعها لأبوها. وعرفات هنا بقى يواجه ضغوطات اجتماعية ومادية. اتصل عليه واحد سعودي وقال له تعال أنت تهريب وإحنا نأخذك، تبع رجل أعمال كبير في السعودية وبا يخليك في منصب عالي جدا، وإغراءات يشتوا يقبضوا عليه عشان يردوا البنت. المهم عرفات رفضا بات. جلست الفتاة بدار الأمل في صنعاء فترة زمنية إلى أن جاء مسلحون حوثيون عندما استولوا على صنعاء واقتحموا دار الرعاية واختطفوا الفتاة إلى محافظة عمران، وجمعوا بين عرفات وهدى وأحضروا مأذون شرعي وقاموا بتزويجهما يوم الخميس 15 نوفمبر 2024.